هي ليلة القدر امتى بالظبط وعدت ولا لسه؟ السؤال اللي بيحير ناس كتير، وناس كتير بتحاول ان هي تعرف اجابته، بتتحسس الليالي الفردية علشان خاطر تتحسس ليلة القدر. انا النهاردة ان شاء الله باذن الله باذن الرحمن هقول لكم ليلة القدر امتى بالظبط، وهل هي عدت ولا لسه. هيجي واحد يسألني سؤال يقول لي انت عرفت ازاي؟ هقول لك عرفت بما فتح الله به علي. فما تحاولش تسأل وتستفسر انا عرفت ازاي وعرفت امتى وعرفت ليه والكلام ده كله، ولكن كل اللي انا اقدر اقوله لك ان انا عرفت النهارده، ويا دوب بمجرد ما عرفت حاولت ان انا اعمل الفيديو ده لحضراتكم علشان اشارككم معايا المعلومه واشارككم الاجر والثواب، لعل الله يتقبل ويجعله في ميزان حسناتنا. انا النهارده حوالي الساعه 3 جيت فنمت، فصحيت حوالي الساعه 4 ونص. طبعا صحيت عملت اللي عملته، بعد كده دخل علينا صلاه المغرب. فطرت المغرب، دخلت علينا صلاة التراويح، فخلصت صلاة التراويح. بمجرد ما خلصت صلاة التراويح جيت عشان اعمل لكم الفيديو ده زي ما هو، وحبيت انزله لكم بسرعة جدا علشان خاطر الحق ابشركم البشرة واقول لكم على المعلومة. في خلال التوقيت ده انا كنت عرفت ميعاد ليلة القدر اللي هقول لكم عليه دلوقتي. زي ما قلت لكم ما تحاولش تسالني تقول لي انت عرفت ازاي، ولكن انت خد المعلومة واستفاد منها. وبرضه حابب اذكركم ان الدال على الخير كفاعله، فحتى لو انت مش هتستفاد بليلة القدر فحاول تشارك الفيديو لغيرك، لعل وعسى تكون سبب في ان هو يقوم الليله دي، وربنا ان شاء الله باذن الله يستجيب منه ويتقبل منه، وتكون سبب في ان هو يتقرب من ربنا ويقوم الليله دي. هيجي واحد يسالني برضه يقول لي طب انت مش هتقول ليه؟ هقول لك لان انا بعد القصه اللي حكيتها بتاعت رؤيه النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وانا خدت سنين كتيره جدا ما شفتش النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وكانه عقاب اني حكيت عن رؤيتي للنبي عليه افضل الصلاه والسلام. ومن وقتها اخذت قرار اني مش هحكي عن اي حاجه بخصوص الحاجات الشخصية دي، ولكن بفرحتي بليلة القدر حبيت أزف ليكم البشرى وأشارككم معايا اللي عرفته. إن شاء الله بمشيئة الرحمن ليلة القدر حتكون الليلة اللي احنا فيها دي، اللي هي ليلة 27، اللي هو صابح علينا 27. فحاولوا الليلة دي إنكم تجتهدوا وتصلوا لرب العزة، وتقوموا الليل وتقرأوا القرآن وتدعوا ربنا كتير جدا. إن شاء الله بإذن الله في الليلة دي رب العزة هيستجيب دعواتكم وحتنولوا مرادكم وحيديكم كل اللي تطلبوه. ولكن قوموا الليل واسألوا ربنا وادعوه، لأنها ليلة العبادة فيها خير من 1000 شهر، يعني بما يعادل 84 سنة. ده بالإضافة إن رب العزة سبحانه وتعالى بيتنزل للسماء الدنيا تنزل يليق بجلاله وكماله، وبالإضافة إن رب العزة بيستجيب فيها الدعاء. فحاول تقوم الليلة دي، ده يوم في السنة، حاول انك تتقرب لربنا فيه وتدعي ربنا وتسأل ربنا بالحاجة اللي نفسك فيها والحاجة اللي عايزها، وبإذن الرحمن رب العزة سبحانه وتعالى حيتقبل. من التعليقات اللي انتوا عارفينها اللي ملهاش أي 30 لازمة ملكمش دعوة بيها، وحاولوا تاخدوا المعلومة وتعملوا بيها إن شاء الله بإذن الله ربنا يبشركم. أما بالنسبة للناس الظالمين الجاحدين المتكبرين اللي بيظلمونا وبيأذونا وبيفتروا علينا، وحتى شهر رمضان الكريم ما خلاهمش اعتدلوا في ظلمهم وتكبرهم وجبروتهم، فأنا برضه أحب أقول لهم إن إحنا مش ناسيينهم من دعواتنا. وأسأل الله في هذه الليلة المباركة أن ينتقم منهم، وأن يخرس ألسنتهم، وأن يشل أركانهم، وأن يجعلهم عبرة لمن يعتبر ولمن لا يعتبر. وأسأل الله لكم جميعا أن يتقبل دعواتكم ويقضي حاجاتكم ويرزقكم من حيث تحتسبون ومن حيث لا تحتسبون. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوسع أرزاقكم وأن يفرح قلوبكم، وأن يجعلكم مع النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام في جنة الفردوس مع الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.